صباح الخير البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله يا ربي يلقاكم لا فيديو نتاعنا نتاع نهار اليوم بخير وصحة يا رب العالمين. قبل ما نبدا اليوم في لا فيديو تاع نهار اليوم، حبيت نقول لاي واحد يدخل القناة نتاعي فضلا وليس امرا، يشترك في القناة ويدير لي جيم وشكرا. اليوم يا البنات حبيت نشارككم هذه الوصفة اللي هي خفيفة، وأي مبتدئة تقدر تخدمها، والمقادير تاعها موجودين في كل البيوت، وتانيك خفيفة وسهلة وما تتطلبش حتى الوقت اللي هي كيك بصوص شوكولا روشي. ما نقول لكم باللي مذاقها هايل وخفيفة، وما تشبعيهاش، تاكلي حبة وتحوسي تزيدي. لهذا قررت نشاركها معاكم باش توجدوها كما يقولوا الفطور الصباح ولا القهوه تاع العشيه. نروحوا لطريقه التحضير والمقادير. هنايا جبنا البول تاعنا، كسرنا 2 حبات بيض وديرت رشه تاع الملح. هنايا كما راكم تشوفوا السكر، انا درت نص كاس تاع السكر، اللي يحب الحلوات يدير كاس غير ربع، واللي يحب تجي معتدله يدير نص كاس كيما انا. وهنايا زدت فرغت كاس تاع الحليب، ونقعدوا نضربوا حتى تشوفي السكر داب. وهنايا تاني زدت كاس تاع الزيت، هما كاس تقدري تنقصي منه اصبع. وهنايا كما راكم تشوفوا تاني زدت وحده فاني مغرفه وهنايا عندنا 3 مغارف كبار تاع نواه كوكو، يجي مذاق، يعطيله مذاق روعه. ونبقاو نحركوا حتى تشوفوا الخليط متجانس. وهنايا كما راكم تشوفوا رانا فرغت الكاس الاولي تاع الخبز اليابس المرحي. انا بيان سور نجيب الخبز نحطوه في الفور ولا في الكوشه، كي نلقاه يبس نبدا نحط نديرو نرحيه. وزيت الكاس الثاني مع زيت 2 ساشيات تاع الخميره الكيميائيه، هذه واش اللي تتطلب الوصفه. ونروح هنايا كنجيب المول تاعي، اي مول يكون عندك باي قطر، وندهنو بشويه الزيت كما شفتوا بالبانسو، ونروحو نفرغوا الخليط تاعنا فيه ونسويوه مليح مليح، مع بيان سور نخبطو نديروا له خبطات هكا باش يجينا مستوي السطح نتاعو، ونديوه يطيب. نحطوه على درجه 180 درجه، ما يديش الوقت ويطيب. نروحو هنايا لصوص الشوكولا. درت هنايا كاس حليب، ودرت نص كاس تاع لا كاكاو، بيان سور تخيري النوعيه المليحه. ودرت 3 مغارف تاع السكر، والسكر على حساب النوعيه كيما تحبي. وهنايا كانت عندي طابلات صغيره تاع الشوكولا ضفتها لها مع مغرفه تاع الشونتيي، ونحطوهم على النار حتى يعقدوا. وهنا كما راكم تشوفوا كي زدت الطابليت تاع الشوكو، انا حبيتها تكون شويه سائله، ما تجيش جامده، حبيتها شويه تكون مطلوقه. وهنا كما راكم تشوفوا انا زدت لها الكاوكاو خشين وحده مغرفه كبيره تاع الشونتيي، ونجيو نفرغوها على الكيكه تاعنا. كما راكم تشوفوا السمك نتاعها ماهوش حاكم روحه، شويه يجي مطلوق. ونمشيوها على كامل الكيكه تاعنا ونخلوها تبرد بيان سور، ومن بعد نقطعوها. يعطيك صوص شوكولا روعه مع داك الكاوكاو الخشين، اللي يكون خشين شويه. وهنا نجيو للتقطيع تاع الكيكه تاعنا من بعد ما بردت لنا وحكمت روحها، ونقطعوها كيما نحبوا، الشكل اللي نحبوه، سواء قطع كبيره ولا قطع صغيره كيما حبيتي. هاوليك تاني درت لها واحد الشباح فوقاني، انت كيما حبيتي واش تحطي لها. وهاي ليك جات روعه خفيفه. كما تعرفوا الخبز ما يجيش ثقيل كيما الفرينه. وبصحتكم ومع السلامه.